طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. عادل المدني، نائب رئيس النادي الملكي للزوارق بطنجة وعضو جامعي في الجامعة الملكية للشراع. اليوم بمناسبة عيد العرش المجيد نظمنا بمساعدات أو بمشاركة الجمعية الإسبانية 500 سنة والجمعية البرتغالية ديال 100 سنة ديال النافيغاسيون. نظمنا معهم هذا السباق اللي كانت الانطلاقة ديالو من لشبونة، الوصول ديالو في طنجة. فيه 42 زوارق شراعي عابر القارات اللي كان مشارك فيه من 3 ديال الدول. اسبانيا كانوا مشاركين مغاربه منهم انا، وكانوا مشاركين اسبان ومشاركين برتغاليين، والحمد لله كل شيء داز مزيان. الاسبان مي يسمعوا بان الوصول عليكم في طنجه، وحتى البرتغاليين كانت نسبه المشاركه عاليه جدا، واستفدنا من هذه التجربه ديال هاد جوج ديال الدول اللي هما عندهم تاريخ عريق في الملاحه. النادي الملكي نظم واحد التظاهره، واحد السباق بمناسبه عيد العرش، واللي كانت بهذه المناسبه هذه كانوا واحد ديال اليخوت العابره للقارات، والحمد لله كاز واحد التنظيم مهم بالنسبه لمدينه طنجه. وش غادي نقول لك، بالنسبه للمتسابقين فرحانين، وكانت اجواء جميله جدا، وكانت حفل ديال توزيع الجوائز وحفل عشاء، وكان فهمتي كان الحمد لله كان الامور كل شيء بخير. وشكرا جزيلا كنهنيو صاحب الجلاله لتربع صاحب على عيد العرش ان شاء الله المجيد.